لو عاوزين تاكلوا لحمه مسلوقه مستويه ودايبه زي الزبده وتاخدوا منها شوربه صافيه وطعمها حلو، يبقى الفيديو ده علشانكم. من غير فلسفه كتير، هنسلق اللحمه عادي في ميه مغليه. اللحمه بنغسلها بميه بارده من الحنفيه، بلاش الملح والخل والليمون عشان الحاجات دي بتشد انسجه اللحمه وبتنشفها وكمان بتغير طعمها. واللحمه اللي هتسلقوها حاولوا يكون فيها نسبه دهون، او لو حمراء ضيفوا معاها قطعه دهن عشان تعمل معاكم شوربه غنيه، مش مجرد انكم بتشربوا شوربه صيصه. وكمان لو بتعملوا اكل جنبها يكون ليه طعم ونفس. الميه اللي هسلق فيها اللحمه لازم تكون بتغلي كويس علشان لما انزل عليها اللحمه يتقفل مسامها على طول وتحتفظ بالعصاره اللي جواها، وده بيحافظ على طراوتها. مش بحط لها اي حاجه دلوقتي، بسيبها لحد ما تبدا بالغليان. ولو لقينا ريم طلع على الوش مهم ولازم نشيله، لان ده بيعمل معانا طعم وريحه زفاره للحمه وللشوربه. اللحمه بتاعتي ما نزلتش اي ريم. بالنسبه للبوكيه جرنيه اللي هيطعم معايا الشوربه، معايا بصل وجزر وطماطم وبعض المطيبات زي الكبابه الصيني والمستكه والحبهان والفلفل الاسود الصحيح وورق اللورا وعود صغير جدا من القرفه. وتقدروا طبعا تضيفوا المنكهات اللي انتوا بتحبوها وتستغنوا عن الباقي. وهزود معاهم الملح من البدايه، دي في حاله لو اللحمه اللي انتوا مستخدمينها طازه وتكونوا عارفين ان هي مش بتاخد سوا. واضافه الملح من البدايه بيظبط طعم اللحمه. وهنسيبها على نار عاليه لحد ما تبدا تغلي، بعد كده بنهدي عليها النار وهنسيبها لحد ما تستوي. لو اللحمه بتاعتكم بلدي في الغالب هتاخد تسويه من ساعه الا ربع لساعه، وبرده بيرجع على حسب قطعيه اللحمه اللي بتسووها. تسويه اللحمه على نار هاديه بيخليها دايبه زي الزبده. جربوها بالنصايح اللي قلت لكم عليها، حرفيا هتاكلوا حته لحمه دايبه وشوربه صافيه وطعم مظبوط.